في الحلقة الماضية تحدث الجامعي على علاقته المهنية مع ولده بوبكر الجامعي في لو جورنال. في هذه الحلقة غادي يتحدث على علاقته مع معتقلي تازمان مارت وعلى تجارب إعلامية أخرى مثيرة. هناك من يقول إنني على علاقة وطيدة بعدد من المعتقلين السابقين في تازمان مارت، بالرغم من أنني والجريدة اللي كنت أترأس تحريرها والحزب اللي كنت كنتمي ليه تواطأنا بالصمت ضدهم يوم كانوا في واحد من أسوأ السجون اللي عرفها التاريخ المعاصر المغربي تازمان مارت. الجواب: علاقتي الشخصية بمعتقلي تازمان مارت بدات يوم دخلت إلى لوبينيون ذات صباح في نهاية الثمانينيات، ولقيت مجموعة من النساء كينتظروا مدير الجريدة الإدريسي القيطوني، وعندما قدمنا أنفسهن إلي باعتبارهن زوجات معتقلي سجن تازمان مارت، طلبت منهم مرافقتي إلى مكتبي، وهناك قلت لهن بكامل الصراحة: هذه جريدة تابعة لحزب الاستقلال، وهذا الحزب ما عنده ما يدير بتازمان مارت، وبالتالي راكم كتضيعوا وقتكم بين أروقة هذه الجريدة اللي أؤكد لكم مسبقا أنها ما غتكتب عليكم حرف واحد. لم يسبق لأحد قيادي حزب الاستقلال أن تستقبل عائلات معتقلي تازمان مارت. لم يشأ أي أحد استقبال عائلات المعتقلين. الوحيد اللي استقبلهم من قادة الأحزاب ووفى بوعده لهم هو محمد بن سعيد أيتي الدر، اللي كان أول وآخر من أثار قضية تازمان مارت في البرلمان. نساء المعتقلين عمرهم غادي ينساو استقبالي لهم وحديثي معهم بكل تلك الصراحة. ففي تلك المرحلة اللي كنهضر عليها كان مجرد استقبال أفراد من عائلات معتقلي تازمان مارت والحديث لهم بصدق والتعبير عن مجرد التضامن معهم كيدخل الحبور إلى قلوبهم. في ذلك اللقاء قلت للنساء المعتقلين لنترك جانبا حزب الاستقلال وجرائده، شنو ممكن ندير من أجلكم؟ جاوبوني: مجرد أنك استقبلتنا واستمعت لنا باهتمام فهذا يكفي. أما ثاني علاقة لي بتازمان مارت فكانت عبر أحمد المرزوقي. بعد الإفراج على معتقلي تازمان مارت بمدة، دخل مكتبي في لوبينيون شخص قدم لي نفسه على أنه أحمد المرزوقي، وخبرني بأنه تعرض للاختطاف من طرف عناصر الدي اس تي. حدث هذا الشيء فاش كان بصدد إعداد كتابه الزنزانة رقم 10. فبعد انتهاء من كتابة مذكراته سلم المرزوقي المسودة إلى مثقف معروف بكتاباته على العبيد والحريم للاطلاع عليها قبل نشرها. فقام السي المثقف بتسليم مسودة المرزوقي إلى الدي اس تي، فنصب أفراد هذا الجهاز كمينا للمرزوقي، عصبوا عينيه واقتادوه إلى إحدى الفيلات، ولم يفرجوا عنه إلا بعدما حذروه من التعامل مع الصحافي الفرنسي إنياس دال اللي كان المرزوقي على علاقة به. وعندما زارني وحكى لي ما حدث له، كتبت مقالا طويلا شرحت فيه كل ما تعرض ليه ذلك العائد حديثا من تازمان مارت، ونجحت في التحايل على الإدريسي القيطوني ونشرت المقال دون إخباره. وما زلت إلى الآن أذكر عنوان المقال، وهو مستوحى من رواية بنفس العنوان للكاتب ألان باتون تتحدث عن معاناة السود مع النظام العنصري في جنوب إفريقيا. وترجم المرزوقي مقالي هذا وضمنه كتاب تازمان مارت الزنزانة رقم 10. وبعد ذلك أصبحت عضوا شرفيا في جمعية ضحايا معتقل تازمان مارت التي اشتغلت فيها مع الضحايا، وما زلت إلى الآن على اتصال بمعتقل تازمان مارت. بعد تعويض ضحايا تازمان مارت من طرف الدولة عن سنوات اعتقالهم، تأسست جمعية ضحايا أحداث الصخيرات اللي اعتبر مؤسسوها أن أغلب معتقلي سجن تازمان مارت كانوا مسؤولين عن قتل ذويهم، وقد تم تعويضهم بدورهم. هؤلاء بدورهم ضحايا لأحداث استبيحت
فيها حقوق الإنسان بفظاعة. بغض النظر عما إذا كان تأسيسهم لتلك الجمعية جاء كرد فعل على تعويض الدولة معتقل تزمان مارس أم لا، الأهم من هذا وذاك هو أن ضحايا معتقل تزمان مارس رحبوا بفكرة تأسيس جمعية ضحايا أحداث الصخيرات، وقد كانت لأحمد المرزوقي تصريحات متعددة في هذا الباب، لكن على ضحايا محاولة انقلاب الصخيرات لسنة 1971 أن يقروا بأن تزمان مارس كانت نقطة سوداء في تاريخ المغرب، وقد حصلت فيها عدالة إلهية، بحيث أن مدير سجن تزمان مارس اللي كان كيتلذذ بعذابات السجناء مات مربوطا إلى سريره يأكل برازه. علاقتي بأحمد المرزوقي سوف تتطور إلى أن أصبح مترجما لعددا من كتاباتي. سي أحمد أحمل له احترام خاص، فهو نموذج حي للقوة الفكرية للإنسان. كيف لك أن تتصور أن رجلا عاش 18 سنة تحت الأرض دون أن ينكسر معنويا يغادر السجن ويجتاز امتحانات البكالوريا ويحصل على الإجازة في القانون؟ هذا الشباب المغربي خصو يشوف عباد الله علاش قادة، حتى لا يسقط في الاتكالية ويستمر في ترديد عبارات ما قدرش ندير شي حاجة. أحمد المرزوقي أحسن مترجم تعاملت معه، فلغته العربية مشبعة باللغة القرآنية. ثم إن أحمد لا يقوم بالترجمة الحرفية، بل يدخل في دماغي ويعبر عن أفكاري باللغة العربية، وهو الآن يترجم لي مجموعة قصصية. أما علاقتي مع سيرفان شرايبر مالك أسبوعية لافي إيكونوميك، عندما بدأت أكتب مقالا ثابتا فيها بينما أتولى في الوقت نفسه رئاسة تحرير جريدة أخرى هي لوبينيون، كانت علاقة جيدة. لم يسبق أن مورست علي الرقابة في جريدته كما كان عليه الأمر في لوبينيون. وعلى ذكر لافي إيكونوميك، يجب أن تعرفوا أن الفضل في اقتنائها من طرف الفرنسي سيرفان شرايبر في 1994 يعود إلى الحسن الثاني، اللي كلف أندري أزولاي بعدما عينه مستشارا له في 1990 بمهمة ربط الاتصال بالصحافة الفرنسية. وكان من ثمرات ذلك الحوار اللي جراه الحسن الثاني حينها مع جريدة ليبراسيون الفرنسية، وهي جريدة مقربة من اليسار. في هذا السياق سمح الحسن الثاني بشكل استثنائي لسيرفان شرايبر بشراء الأسبوعية، لأنه ممنوع على أجنبي أن يمتلك جريدة في المغرب. هذا التحول في سياسة الحسن الثاني كان مرتبط بالتحولات اللي عرفها العالم مع تصدع المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي وبداية تشكل نظام عالمي جديد شعاره الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعب سيرفان شرايبر دور ملمع لصورة نظام الحسن الثاني في فرنسا من خلال لافي إيكونوميك. في هذا السياق سوف أحكي لكم حكاية. فبعد مرور مدة على شراء شرايبر للافي إيكونوميك في 1994 تمت برمجة زيارة لفرنسا من قبل الحسن الثاني، وقد أعدت الجريدة عددا خاصا كان سيوزع على رجال الأعمال، طبعت منه 10,000 نسخة، لكن مرض الملك حال دون سفر إلى باريس. وفي ذلك العدد طلب مني أن أكتب مقال حول الحسن الثاني والديمقراطية. جاوبت بقولي إلا كتبت راه غادي نطحن هذا الشيء، فالنظام يتحدث عن الديمقراطية الحسنية، وأنا لم يسبق لي أن سمعت عن ديمقراطية مقرونة باسم شخص. هناك الديمقراطية الكونية وهي لا علاقة لها بديمقراطية الحسن الثاني. فقال لي مسؤول النشر لك أن تكتب هذا. عندما ألغيت زيارة الحسن الثاني لفرنسا وبعد مباحثات بين شرايبر وأزولاي مع دار المخزن، سمح للجريدة بتوزيع العدد في المغرب. وعندما أخبر مسؤول لافي إيكونوميك الجهات المعنية بأن العدد يتضمن مقال لخليل الجامعي ينتقد فيه الديمقراطية المغربية، أجابه الحسن الثاني: وزعوا العدد لكي يعرف المغاربة ما هي ديمقراطيتي. وكان دريس البصري فعلا غير مرتاح للانفتاح اللي كان المغرب كيشهدوا في هذه المرحلة، والإعلامي منه على وجه الخصوص. كان دريس البصري متضرر من هذه العملية وناقم على لافي إيكونوميك، وما مشى حتى رد الصرف وفرض على شرايبر بيع الجريدة إلى عزيز أخنوش. وتعرضت
أول مرة للرقابة في لافي إيكونوميك بعد ما أصبحت الأخيرة في ملكية أخنوش اللي جرى عليا. بعثت مقالي الأسبوعي كالمعتاد، فتم رفض نشره، وقال لي مسؤول النشر حينها: هذا المقال ينتقد المخزن، ونحن لم نتحدث عن مثل هذه الأشياء من الآن. فأجبته: ما بقيتوش تهضروا على هذا الشيء، الله يهنيكم. حدث هذا في 1997، وهي السنة اللي غادي تنطلق فيها أسبوعية الجورنال اللي أسسها ولدي بوبكر الجامعي ورفقة آخرين. التحقت بهذه التجربة بعد 6 أشهر على انطلاقها. خلال هذه الأشهر ال6 تحولت الجورنال من جريدة متخصصة في الاقتصاد إلى أسبوعية شاملة تهتم بالسياسة وبالمجتمع إلى جانب الاقتصاد. كان بوبكر مبهور بتجربة الجريدة البريطانية المتخصصة في المال والأعمال فاينانشال تايمز، لأن تكوينه كان في مجال المال والأعمال. يقال صادف مجيء لو جورنال انتخابات 1997 وحكومة التناوب في 1998، وصبح بوبكر الجامعي حينها متأثر بنموذج البايس لإسبانيا اللي واكبت الانتقال الديمقراطي في إسبانيا نهاية السبعينيات، وأصبحت من أكبر المجموعات الإعلامية في العالم. الجواب: لا شك أن في الأحداث السياسية اللي حبلت بها نهاية سنة 1997 وبداية 1998 ساهمت في تحول الجورنال من جريدة اقتصادية لجريدة شاملة بوعي سياسي واضح. لكن العامل الأساسي في هذا التحول هو أن مؤسسي الجورنال اقتنعوا بصعوبة نجاح جريدة مستقلة متخصصة في الاقتصاد في بلد مثل المغرب. لقد ساهمت معرفة صحفي الجورنال بالاقتصاد ثم انفتاحهم على السياسة فجعل هذه الأسبوعية في طليعة المنابر الصحفية اللي استعملت بوعي تعبير المخزن الاقتصادي اللي كنت قد تحدثت عنه في بداية التسعينيات خلال ندوة نظمتها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بالدار البيضاء، وأثار حينها جدلا كبيرا. وكان من جملة ما قلت أن الضباط الكبار أصبحوا يشكلون قوة اقتصادية في المغرب. مع انطلاق حكومة التناوب تباينت مواقف صحفي الجورنال منها إلى حد كبير. فبينما كان بوبكر الجامعي يتريث في الحكم على التجربة، كنت أنا وعلي المرابط ضدها منذ البداية، لأنني كنت على خلاف مع بوبكر في الموقف من حكومة التناوب، وقلت ليه: لا تنتظر شيئا من حكومة كهذه. لكنه كان يراهن على نجاحها. وصرح بوبكر من بعد في إحدى الندوات بقوله: خالفت والدي في هذا الأمر، ولكن تبين من بعد أن رأيه كان صائب. لقد أقمت طرحي حول حكومة التناوب التوافقي على أساس ما بني على باطل فهو باطل. وحكومة التناوب لم تتأسس على إرادة الشعب من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بل أملتها رغبة أشخاص تعاقدوا بشكل غامض. أما قصة تعاملي مع مجلة نور الدين عيوش وكذا وقوفي ضد منعها من الصدور في 1987، الكثير من اللغط من قبيل كيف يمكن لرئيس التحرير جريدة محافظة مثل لوبينيون أن يساند مجلة تتصف بالجرأة المفرطة في انتقاد التقاليد والأعراف والقيم اللي كتشكل الهوية الثقافية والدينية للمغاربة. فمجلة كلمة التي رأت النور سنة 1983 واستمرت في الصدور إلى سنة 1987 خلخلت الجمود الفكري في مغرب أواسط الثمانينيات بجرأة غير مسبوقة، واهتمت بقضايا المرأة بشكل عميق. وقد كانت لهذه المجلة بشكل غير مسبوق في المغرب رئيس التحرير هي هند التعارجي. من ناحية أخرى أعتبر أن كلمة هي جدة تيلكيل، بل إن هذه الأخيرة أعادت الاشتغال على مجموعة من المواضيع التي سبقتها إليها كلمة. وقد كان العدد الأخير من كلمة يتضمن حوارا معي ومقالا غير مسبوقا على البيدوفيليا في مراكش. وللأسف فقد تم إعدام كلمة بالتقسيط، إذ كان يتم مرارا تهديد نور الدين عيوش من طرف الكاتب العام لوزارة الإعلام بإعازة من دريس البصري، هذا الأخير الذي كان يتهم عيوش بتحريض البوليزاريو الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي ضد المغرب. ومن مظاهر التضييق اللي تمارست على المجلة أيضا أنه كان يتم حجز العدد لأسبوع وأسبوعين حتى يتجاوز الموعد المحدد لصدوره في السوق بمدة، كما تم إتلاف 3 أعداد منها
وقد كبد ذلك نور الدين عيوش خسارة مالية فادحة. عندما علمت بأن هيئة التحرير المجلة ستعقد آخر اجتماع لها، أصررت على حضور هذا العشاء الأخير اللي كان مناسبة تعرفت فيها لأول مرة على عبد الرحيم برادة، اللي غادي يصبح صديق كبير ليا. لقد كان برادة يكتب عمود قانوني في مجلة كلمة، وقد ذكرني أنني عندما دخلت إلى الاجتماع بدأت أبكي حزنا على فقدان كلمة، وأني أخذت الكلمة خلال هذا الاجتماع وقلت لصحفيي المجلة والمتعاونين معها: إذا أراد أي واحد منكم أن ينشر مقالا في الأوبينيون فأضمن له ذلك، وإذا ترفض نشر المقال غادي نقدم استقالتي احتجاجا على ذلك. غابت كلمة في صمت ولم يتضامن معها أي حزب سياسي. إثرها كتبت مقال في الأوبينيون كنهضر على النهاية المأساوية لكلمة، وحمل عنوان هذه ليست آخر كلمة. وفي ذلك المقال أوضحت السياق الذي خنقت فيه كلمة والأسباب التي أريد لها أن تتوقف من أجلها. من خلال العلاقة اللي نسجت مع نور الدين عيوش مؤسس كلمة، التقيت بملكة أوفقير عقب الإفراج عنها في 1991. التقيت بها بعد ذلك بوقت طويل في حفل نظمه نور الدين عيوش. الأخير هو الرجل الوحيد الذي كانت له الجرأة على تشغيل ملكة أوفقير بعد تحريرها من المعتقل السري الذي بقيت محتجزة فيه رفقة والدتها وإخوتها قرابة 20 سنة. وفي ذلك اللقاء تجاذبنا أطراف الحديث أنا وملكة التي كانت ممنوعة من مغادرة المغرب، فقلت لها: ما بقى قد ما فات، سوف يسمح لك بمغادرة المغرب في أفق منظور. وبالفعل فبعد ذلك اللقاء بحوالي شهر سمح لها بالذهاب إلى فرنسا. أما حكاية الافتتاحية التي كتبها ابني بوبكر الجامعي في لو جورنال بعد صدور كتاب السجينة لملكة أوفقير اللي كان الجميع متخوف منها، تلك الافتتاحية كتبها بوبكر من أنجلترا، حيث كان يتابع دراسته في جامعة أكسفورد، وذلك بعد الضجة التي أثارها صدور كتاب ملكة أوفقير، حيث توجهت الجرائد المغربية بالسب والتعنيف لامرأة ألفت كتابا تحكي فيه معاناتها وعائلتها المكونة من نساء وأطفال مع السجن. وقد كنا حينها نتوقع أن يثير ذلك غضب الحسن الثاني ويؤمر بإقفال الجريدة، لكن شيئا من ذلك لم يحصل. وربما اعتبر الحسن الثاني ذلك تكسيرا لطابو كان سيطارده طيلة حياته. أما موقفي من عودة براهام السرفاتي إلى المغرب في 1999 فأنا كنت ضد رجوع الرجل إلى المغرب بالطريقة التي عاد بها إليه. وقلت في مقال نشر على صفحات الجورنال إن براهام السرفاتي الذي أفنى زهرة شبابه في المعتقلات دفاعا عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ودولة المؤسسات لم يكن عليه أن يقبل العودة إلى المغرب بطريقة مخزنية، بل كان يجب على الدولة أن تعترف بأنها ظلمته ثم يدخل إلى المغرب بمقتضى قرار قانوني صادر عن المحكمة وليس بقرار سياسي. هذا الموقف عبرت عنه لاحقا لبراهام، مع أنه لا علاقة تربطني ببراهام السرفاتي، وأول مرة تحدثت إليه فيها كانت عبر الهاتف عندما كان منفيا في فرنسا، وقبل ذلك كانت علاقتي ببراهام من خلال والدي الفقيه بوشة الجامعي الذي كان يحترم السرفاتي كثيرا ويناديه بالرجل الوطني. وكان رد براهام السرفاتي عندما عاتبته على الطريقة التي قبل بها الدخول إلى المغرب، حيث أنه لم يرد. الله يكون في العوان. فبراهام كان قد تعب حينها من التشبث بحقه المشروع في العودة إلى بلده أمام عناد المسؤولين، وقد أراد أن يعود إلى المغرب عبر أقصر الطرق. ما لم أكن متفقا عليه أيضا هو أن يتكلف فؤاد علي الهمة بالإشراف على إجراء عودته وإقامته في فندق هيلتون، ثم إسكانه في منزل في المحمدية، ثم استغلال زوجته كريستين خلال التهيؤ لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث جيء بها لحضور لقاء انتخابي لفؤاد علي الهمة. وقد اتصلت بها وعاتبتها على ذلك، فأجابتني قائلة: راه غير صيدوني، ما كنتش عارفة ذاك الشيء فيه السياسة والانتخابات. انتهت هذه الحلقة، وإلى الحلقة المقبلة بحول الله.